السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اسفة جدا ان اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت دي، بس كان فترة يا رب بس يعدها على خير، لان الايام اللي عدت دي ما اقدرش اقول غير الحمد لله على كل شيء. طبعا زي ما انتم شايفين كده، القتة والخيار اللي احنا زرعناهم ما شاء الله ابتدوا ينوروا. طبعا لو قلتلكوا ان الفيديو ده متصور من 10 12 يوم مش هتصدقوا، لان ال10 12 يوم دول انا بمر بظروف صعبة جدا جدا. فربنا يا رب يعديها على خير. شايفين؟ يعني بصوا، في ال10 ايام دول انا اصلا تليفون تصوير الكلام ده كله ما كانش في دماغي حرفيا يعني. فكل اللي نقدر يقول عليه ان الحمد لله على كل شيء، وربنا يا رب يعدي الفترة دي على خير. يا رب اللهم امين. زي ما انتم شايفين الذرة بتاعنا بقى حلو ازاي. وما شاء الله ابتدى يعني يوم عن يوم بيفرق. يعني الفيديو ده متصور من 10 ايام تقريبا، لو رحت النهاردة اللي هو اليوم اللي انا هنزل فيه الفيديو ده هيكون اختلف تماما تماما عن ما انا كنت مصورها كمان. شايفين الدواء اللي احنا جبناه للحشائش منشفها على جنب ازاي؟ اظن واضح قدامكم جدا. انا ندى احمد من قناة يوميات ندى احمد. لو اول مرة تشوفوني لايك وشير للفيديو ده، متنسوش تعملوا اشتراك من الزر الاحمر اللي تحت الفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بنزله. شايفين الذرة وجماله؟ يعني الذرة ده اكتر حاجة كده جميلة دايما، وبتيجي وتروح بسرعة كده. دايما لما بيقولوا الذرة حرام حرام، مش ان هو بيسرق، لا بيسرق في الوقت. في ثانية تلاقيه ايه راح ما بياخدش وقت يعني في وقت الزرع بتاعه. شايفين؟ وهنا كانت المية موجودة زي ما انتم شايفين كده، فاحتمال مش عارفة ممكن يرووا الذرة دلوقتي ولا لا. فلو هيرووا يبقى هنوريكم كمان دلوقتي. شايفين الصغنن اللي قاعد هناك ده قاعد يبلبط كده، ولا ان هو قاعد على الشط يعني؟ مش فاهمة والله. وهنا لما لاحظ ان انا بصوره فهو مش راح يغير المكان، بس هو قدامي برضو ان انت ما رحتش في مكان بعيد يعني. زي ما انتم شايفين كده، فخلاص زي ما قلت لكم ان هي الارض دي هتتروى دلوقتي. هتشوفوها وهي بتتروى وهتشوفوا كل حاجة. شايفين الذرة اصلا؟ الصورة بدون فلتر بدون اي حاجة. جمال الصورة على الطبيعة بيكون جميل يعني. سبحان الله. اكتر حاجة تلاقيها في كل حالاتها حلو. وهنا ايسل قررت تعمل زي الصغنن اللي كان قبلنا ده. هي قررت تعمل زيه يعني. زي ما انتوا شايفين كده، هو راح غير المكان وقاعد يبص علينا. ما علينا، خلينا في الزرع بتاعنا. تعالوا شوفوا البوابة الصغيرة دي هتترفع دلوقتي عشان المية هتنزل. شايفين؟ هي بتنزل في الخط اللي هو اللي هي ماشية فيه ده، بتفضل ماشية فيه طوال طوال لحد نهاية الأرض، وبعدين بتتوزع في الجنوب بقى. بس هي ايه، بتبتدي الاول تمشي كده طوالي، تملى الخط ده طوالي للاخر الاول، وبعدين بقى المية بتتوزع يمين وشمال كده وكده يعني. زي ما انتوا شايفين كده. سبحان الله يعني. فسبحان الله يعني المية دي بتروي كل حاجة يعني، حتى البني ادم ما يقدرش يعيش من غير المية برضه. فزي ما انتوا شايفين كده بتاخد هنا حوالي من ساعة وربع، ساعة ونص تقريبا يعني. ده الوقت اللي هي خدته، لان اصلا المغرب اذن علينا واحنا هناك. بس يعني ده جزء من الواقع اللي انا ما شفتوش بقالي فترة. فكنت مصورة الفيديو وبقلب في التليفون كده، لما لقيته قلت لا ما ينفعش، لازم انزله حبايب قلبي واوريهم الجمال والحلاوة. اوريهم حاجات كتير على الطبيعة هما ما بيشوفوهاش. عاوزة كمان اعرفكم ان الفلاح بيتعب جدا على ما الحاجة بتوصل لكم. مفيش حاجة بتيجي بالساهل يعني، او بمعنى اصح محدش بياكلها بالساهل يا جماعة يعني. فربنا يا رب بس يجازي كل واحد على قد نيته وعلى قد المجهود بتاعه والتعب، لان كل الحاجات دي زي ما قلت لكم قبل كده وهفضل اقول لكم ان هي مش حاجة سهلة جدا يعني، بتكون متعبة جدا.
فبتمنى منكم بس تقدير مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين كده، حبيت اوريكم المية واصلة لفين. بتفضل ماشية للنهاية خالص لبداية الارض من قدام، وبعدين بتبتدي تتوزع بقى في الخطوط في الجهة اليمين وكمان في الجهة الشمال. فهي مسافة طويلة طبعا، احنا مش بنستهون بيها. بقول لكم على الاقل دقيقة على ما تخلص كده بيكون قدامها ساعة ونص. الشمس بدأ الغروب زي ما انتم شايفين، الشمس ابتدت تغيب خالص. وشايفين الشجرة اللي ورا خالص اللي خلاص دي، هي دي هناك كده بداية الأرض. فمسافة طويلة زي ما انتم شايفين المية فضلت ماشية كده. المفروض عشان احنا نقفل على الأرض دي خلاص تكون اتملت مية كلها، والخطوط محدش بيعرف يمشي فيها في الوقت ده بقى. طبعا لما بنكون احنا في المكان اللي احنا فيه ده وشايفينها مليانة مية، ونروح من الجهة التانية او من النص وبتكون مليانة، في الوقت ده البوابة خلاص بتبتدي بقى ان هي تتقفل، عشان خلاص هي كده بتكون اتروت. فطبعا الروي ده عشان الزرع بتاعنا يجيب يحصد يعني يطلع، لان المية هي اللي بتنبته، يعني هي اللي بتطلعه. من غير المية الزرع ده يموت، زي من غير المية كمان البني آدم يموت. المية ده حياة لكل حاجة، وخلقنا من الماء كل شيء حي. يعني على المية دي كل حاجة بتعيش، البني آدم والحيوان والنبات والزرع وكل حاجة. زي ما انتم شايفين كده احنا هنبتدي خلاص ان احنا هننزل دلوقتي عشان نطلع الجهة التانية، لان لو المية كمان مشت كمان شوية فاحنا مش هنعرف نخرج، يعني هيكون الخروج صعب شوية بالنسبة لنا. فزي ما انتم شايفين كده انا هرفع التليفون خالص لان الدور عالي اصلا. فعشان يعني تكونوا شايفين اللي انتوا شايفينه ده اسمه زيتون، بيكون مزروع حوالين الارض من الطروف. طبعا ده بيكون للحيوانات على ما الذرة بيكبر شوية، ويبتدوا يحوشوا الذرة منه وياخدوا العيدان بتاعته برضو يأكلوها للمواشي او الحيوانات كده برضو. ده قبلنا كده شايفين الارض دي فاكرين اول لما اوريكم. وده الذرة بتاعها طبعا هو ابتدى ينشف دلوقتي، بس هي مزروعة فلفل وبرنجان. مش عارفة اذا انتوا شايفينه او لا، بس بحاول بقدر الامكان ان انتوا تكونوا شايفينه. متهيألي كده ان في فلفلاية واضحة قدامكم هنا. طبعا مش قادرة اصور بوضوح لان صاحب الارض كان موجود هنا. زي ما انتوا شايفين كده بيجمع منها الفلفل والبرنجان، وكمان فيها خيار في الناحية التانية هوريهولكوا دلوقتي لما هعدي. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده طالعة خلاص، بس الدور عالي جدا يعني انا رافعة ايدي، فما بالكوا انا فين بقى، يعني ده علو ايدي فهو الدور عالي جدا. بتكون حاجة اصلا ولسه كمان عفوا ولسه كمان بيكبر عن كده يعني. فيعتبر دي المرة الأخيرة أو مرة كمان أنا عن نفسي أنا خاصيتي يعني أعرف أدخل فيه زي ما أنا دخلت دلوقتي كده. لما يعلى أكتر من كده شوية أصلا أنا كنت ماشية بكون خايفة وأنا معدية كده، بحس المسافة طويلة جدا مش بتخلص. فالله يكون في عونهم، كتر خيرهم بقى الفلاحين المزارعين، الناس دي بتتعب جدا يعني. تعالوا بقى نشوف الملوخية كده اللي احنا كنا زارعينها حوالين الأرض بتاعتنا، ما شاء الله اخضرت وبقت جميلة، وهناخد نطبخ منها كمان حاجة كده زي الفل، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا زي ما انتم شايفين احنا هنا خلاص انا عديت الناحية التانية. قربنا على المغرب، شايفين المية ابتدت توصل هنا فتبتدي توزع من هناك من عند البوابة الصغيرة على الناحيتين. بتمنى ان انا اكون بوصلكوا حتى ولو 50% من المعلومة. انا هنا خلاص قعدت اوريكم الناحية التانية اللي فيها الخيار وبرضو فيها فلفل زي ما انتم شايفين كده. بتمنى منكم الدعم والتقدير يا اخواتي. انتظروني في فيديو جديد وشكرا لكم، مع السلامة.